اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو انت من جمهور المداح او ناوي تبدأ فيه، الفيديو ده ليك. النهاردة هحكي لكم ملخص سريع للجزء الأول من بداية صابر لحد اللحظة اللي حرق فيها الكتاب وبدأت الحرب الحقيقية مع الجن. خلينا الأول نتعرف على صابر المداح. خلينا الأول نعرف مين هو صابر المداح. المداح هو شاب طيب عنده قدرات روحانية غريبة من طفولته. اتربى عند الشيخ سلام اللي مع توالي الأحداث عرفنا إن هو والد صابر، ولكن من أم تانية غير أم حسن وعز، وقرر إنه يستخدم موهبته في الرقية الشرعية ومساعدة الناس. بدأت اللعنة لما والد رحاب رفض جوازها من صابر. قرر صابر البعد عن رحاب خوفا عليها لا تتأذي. ومع توالي أحداث المسلسل هنشوف مجموعة من رجال الأعمال اللي طريقهم غلط كانوا عايزين يستغلوا قدرات صابر ويشغلوه معاهم في أعمال السحر الأسود، وطبعا صابر رفض، وعشان كده اتعمل له سحر شديد وأذى لكل اللي حواليه بما فيهم رحاب. وبعد صدمة صابر من جوازة رحاب قرر يركز في مواجهة السحر، ومع الوقت اكتشف ان كل الشر مرتبط بكتاب السحر الأسود. كل ما يفتح الكتاب الشر بيزيد، وكل مرة الجن يظهر له ويهدده. وبعد ما أدرك إن الكتاب هو سبب البلاء اللي هو فيه، وإن الناس اللي حاولوا يشغلوه معاهم عايزين الكتاب والجن مش هيسيبوا طول ما الكتاب موجود، قرر صابر يحسم الأمر. الكتاب كان وسيلة اتصال بين عالم الإنس والجن وسبب كل الخراب اللي حصل لصابر، وشاف إن الحل الوحيد لإنهاء الصراع هو حرق الكتاب. كان مدرك إن بقاء الكتاب معناه إن الجن لسه ليهم سلطة عليه. ومن أهم مشاهد الجزء الأول لحظة حرق الكتاب، الجن هاجموا صابر بشكل مباشر كرد فعل، وظهروا في آخر لحظات بشكل واضح وهددوا صابر إن بحرق الكتاب هو كده بيخون العهد. طبعا صابر بدأ يحس إن المعركة الحقيقية لسه ما بدأتش، وإن حرق الكتاب مش نهاية الموضوع. النهاية كانت مفتوحة ومقلقة وبتنتهي بظهور علامات إن الجن لسه بيتربصوا بيه، وده كان تمهيد واضح للجزء التاني. صابر أدرك إن القوة اللي جواه كبيرة وإنه اتورط في عالم مش سهل الخروج منه، وده كان ملخص لأهم المشاهد في الجزء الأول. واستنوني الجزء التاني. سلام. فرزينك زين لو مهما